عايزه اقول لكم ازاي بعمل الجوافه بطريقه سهله جدا وطعمها فعلا حكايه. كل اللي هيشربها عندك لازم هيطلب طريقتها منك، مختلفه جدا عن الطريقه التقليديه اللي انتوا عارفينها لعصير الجوافه، احلى جدا من اللي بتشربيها في الكافيهات، سهله وبسيطه وحلوه قوي. الجوافه عندي بتكون متفرزه، بغسلها بس وبقطعها 4 بالشكل ده، بطلعها بالشكل ده بسيبها بس تهدى شويه، بحطها بقى في الخلاط او في الكبه لحد كده تمام وزي الفل. كوبايه بقى من السكر، وده طبعا تقدري يا اما تقلليه او تزوديه حسب رغبتك في حبك للسكر. 4 معالق كبار من الكريمه او كريم شانتيه يعني، سواء بقى خام او بسكر، المتوفر عندك مش هتفرق كتير، بس بيفرق جدا على فكره في القوام بتاع الجوافه، والطعم بيكون فعلا حكايه، بيغير. بصوا الطعم تماما. حطيت بقى نص المقدار بتاع الخلاط حليب والنص التاني ميه، يعني لو هتعملي لتر هتعملي نص كوبايتين من الحليب وكوبايتين من الميه، تمام كده. وهتضربي بقى كويس جدا. الخطوه دي مهمه قوي، اضربي على قد ما تقدري، ما تقلقوش خالص من البذر، البذر بيديها طعم حلو قوي على فكره. بعد كده بنبدا بقى نصفيه تماما من البذر، ودي خطوه مهمه قوي عشان ما يكونش فيه اي بذر او اي شوائب خالص. هتشربي بقى احلى عصير بجد، يجنن، طعمه كريمي كده وطعمه حلو قوي ومختلف، غير خالص اللي بتعملوه بميه وغير اللي انتم ما بتحطوش عليه كريم شانتيه. جربوا الوصفه دي بجد حكايه. لو اول مره تشوفيني وتتابعيني، انا اسمي مروه، ما تنسيش تشتركي في القناه وتفعلي جرس التنبيهات عشان ان شاء الله يوصلك اشعارات بوصفاتي الجديده. وقولوا لي من اي بلد انتوا بتتابعوني، ولو عجبك الفيديو ما تنسيش لايك وشير وكومنت حلو كده منك. الوصفه بقى دي بجد حكايه، كل اللي هيشربها عندك لازم هيطلب انت عاملاها ازاي، هيلاقوها طعمها مختلف تماما عن الطريقه التقليديه، حلوه وجميله وبجد تحفه. شايفين القوام بيكون عامل ازاي، حكايه خطير. ده غير كمان انها مغذيه قوي. مفيش احلى ولا اطعم من كوبايه عصير الجوافه من ايدك بالشكل ده. ايه رايكم في الطعامه دي؟ اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد ووصفه جديده، وما تنسوش تقولوا لي رايكم ان شاء الله في الوصفه. جربوها، مستنيه رايكم. باي باي.